مرحبا الصبايا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة، روتين جديد. مثل ما شايفين فيديو اليوم كله نشاط وهمة و آه، روتين إنجازي يعني. فأول شي عندي الحديقة، ما شاء الله عشب طولان وبده تنظيف عميق. أول شي رح نبلش بالحديقة، وعنا وصفة كتير حلوة اليوم، ورح وضح رح وضح كم شغلة اليوم للصبايا اللي ما بيعرفوها. فأول شي خلينا نبلش بالحديقة. طلعوا على الورود، يعني كتير حبيت هدول الورود، وللأسف رح ينشالوا مع التنظيفة. طبعا العشب طولان وبده تنظيف عميق جدا، وصار لي فترة ما نظفته، فكنت مشغولة كتير وعندي مواعيد كتير وعندي ألف قصة وقصة، فخليت الحديقة آخر شي. طبعا الحديقة مثل ما قلت لكم من قبل انه عندي الشمس ما بتيجي عليها كتير، وخاصة لما يكون في مطر. فبالشتوية اوقات في عالم بينظفوها، بس بالنسبة إلي انه لما تكون مطر ويكون كم ساعة شمس، فما رح احسن نظفها، رح يكون لسه العشب مبلول، يعني ما فيني نظفها. فالحمد لله هلأ صار فيني نظفها منيح وطبعا كنت مشغولة كمان، كان عندي ألف قصة يعني بين المواعيد وشغلات تانية. إن شاء الله بأيام جاي رح أحكي لكم عن شغلات تانية في فيديوهات رح ينزلوا كتير، ورح تعرفوا كل شي. فهون أول شي خلصنا قسم. طبعا قسمنا الحديقة يعني أقسام، لأنه ما شاء الله كبيرة و بدها تعب كتير، تعب يعني كتير. فهون أول قسم يعني ربع الحديقة تقريبا نظفت. طبعا زوجي كان عم بينظفها وأنا كنت يعني هيك بساعده بشغلات صغيرة. يعني أنا كتير بالنسبة إلي كتير بحب الشغل بالحديقة. لو كنت فيني إنه أعمل بالحديقة وأشتغل فيها إنه بالماكينة العشب كنت عملتها والله، بس ما فيني استحكم كتير فيها، إنه ما فيني أشتغل فيها كتير، فكنت عم ساعده. وهون شوفوا لي على النتيجة النهائية صبايا. عن جد هون عم تشوفوا كم دقيقة، بس طولت معنا تقريبا 3 ساعات، أي 3 ساعات حرفيا. وهاي القعدة الأكتر شي اللي بحبها بهاي الزاوية هيك. يعني طبعا ما كانت هيك أول ما جيت على البيت. قصيت كتير غصن من الشجر، ونظفت هاي الزاوية، كان فيها شوك كتير وعشب كتير، وكان أغصان الشجر كلها ملفوفة وما كان كتير نظيفة. فأنا كتير يعني اشتغلت فيها. هاي الزاوية أحلى شي فيها، يعني خاصة هيك ما بتيجي عليها الشمس، ولما تكون يعني بالصيفية كتير جوا حلو. هلأ صار فينا نجهز للجو الربيعي والصيفي كمان. يعني خاصة شي بهاي الحديقة عن جد غير، وطبخ وكل شي فيها حلو، لأنه عن جد يعني لما تنظف بتاخد تعبك والنتيجة ممتازة. وهلأ خلينا نبلش بالوصفتنا لليوم ونقول بسم الله. اليوم رح نعمل لانكشير، بسكويت لانكشير. عندي هون الزبدة بحرارة الغرفة، عندي كل علبة فيها 250 جرام، يعني بالكمية كاملة بيلزمني 500 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة. وعندي هون زرف فانيليا، ومعلقة صغيرة من زرف بيكنج باودر، يعني معلقة صغيرة. وعندي هون بيضتين، بس ما رح استخدم كلهم، بس بيضة واحدة وصفار بيض واحدة. وعندي هون 4 كاسات طحين لنوع بسكويت يعني. وعندي هون نص كاسة نشا. وعندي هون السكر. رح احكي لكم شغلة عن السكر صبايا. السكر اذا كان عندكم حب فيكم تطحنوه على هاي الطحانة، كمان بتصير بودرة. انا عندي هون السكر ما كان متوفر بالبيت بودرة، فطحنتها على هاي الطحانة وصار عندي بودرة. طبعا السكر بدها كاسة الا الربع، عندي هون بهاي الكمية كاسة الا الربع. فيعني حتى لو كان حب كمان بيصير، بس للأفضل يكون سكر بودرة. وهدول هن أغراض اللي بيلزمونا لبسكويت لانكشير. عن جد طعم مميز وكتير حلو، رح تحبوها. عندي هون أول شي رح أضيف الزبدة مثل ما قلت لكم 500 جرام بحرارة الغرفة، ورح أضيف عليهم السكر البودرة. طبعا مثل ما قلت لكم كمان السكر فيكم تطحنوه على الطحانة، كمان بتصير بودرة نظامي. ورح نضيف عليهم الزرف الفانيليا، وراح اعملهم بالخلاط كمان المكسر.
فإذا ما كان متوفر كمان فيكم تعملوه على الإيد، يعني ما بيأثر أبدا، بما إنه الزبدة إذا كانت بحرارة الغرفة ما راح تصعب عليكم الشغل. يعني هو أسهل من هيك ما في، إنه كتير وصفة خفيفة ونظيفة ويعني سهلة ومكونات موجودة بكل بيت. أنا هون راح أضيف كمان البيض، بيضة كاملة وصفار بيض وحدة، بياض ما راح أضيفه. وكمان راح أخلطهم كم دقيقة لحتى ينخلطوا مع بعض كمان، يعني بس لبين ما إنه هيك ينخلط كل الكمية مع بعضهم. وهلا بعد ما خلطناهم منيح كتير، راح نضيف عليهم الطحين كل الكمية، ما بيأثر أبدا. وراح نضيف عليهم نص كاسة النشا، ومعلقة صغيرة من بيكنج باودر، مو ظرف كامل بس معلقة صغيرة ممسوحة، معلقة صغيرة ممسوحة. بعد ما ضفناهم كمان راح نخلطهم منيح، بس بالإيد مو بالخلاط أو مكسر، بالإيد راح نخلطهم منيح. هو بالأساس ما راح يحتاج للخلاط أو شي. أنا عندي العجانة، بما أنه الكمية قليلة فحبيت أعملهم على إيدي، وهيك راح ندعكن على الإيد منيح كتير، ولبين ما تصير معنا الكرات يعني ندعبلن على إيدنا. وهيك عندي الكمية قسمتن ل5 أقسام، وراح أضيف عليهم ملون الطعام. طبعا لكل قسم حبيت أضيف ملون الطعام. أنا عندي كان 5 ألوان واستخدمت هدول كانوا موجودين، فما بيأثر أبدا أي لون بتحبوه تضيفوا أو أي ملون طعام فيكم تضيفوا. أنا بالنسبة لي هدول كانوا موجودين وضفت لهم. طبعا هدول ملون الطعام في نوع لسه أكتر بيكون منيح، لسه أكتر عندي هدول للكيك ممتازين، بس للعجينة حسيت إنه اللون ما بيعطي مثل الجاتو أو شي، يعني مثل كريم الكيك لما بنعمله لما تضيفيله بيطلع لونه منيح، بس مع العجينة بتكون شوي مو تقيلة يعني اللون. فأي ملون طعام عندكم موجود فيكم تضيفوه، بس إذا منتبهين أنا حاطة لون الزهر جنب لون الموف، ما بعرف ليش ما منتبهة، يعني بالغلط حاطة هنيك. طبعا لون بينك للون البينك، ولون الموف جنب اللون الموف، هو كل لون لحاله يعني، بس بالغلط حاطته ما كنت منتبهة. هون خلصت كل الكمية، شوفوا كل لون أنا ضفتهم، وهاي آخر واحدة اللون الأسود عملتها كمان. هو حلاوته إنه يكون في ألوان مختلطة، ما يكونوا لون واحد لانكشير. فأنا هون طلع عندي ال5 ألوان و5 أقسام، كمان قسمتهم ل5 أقسام. هلأ راح أضيفهم كل واحدة لكيس وغلفهم منيح، وراح أحطهم بالفريزر شي 10 دقايق. يعني هو المدة منيحة، هو 10 دقايق يعني، بس لحتى تتمسك العجينة شوي مو أكتر، بما أنه فيها زبدة فتكون صعب أول ما تشتغلوا فيها. إذا بس ضفتوها يعني حطيتوها بالبراد راح تتمسك معكم شوي شي 10 دقايق، وراح تكون سهلة معكم وقت تشتغلوا فيها. قلت هون بما أني بدي 10 دقايق لتخلص العجينة بالبراد لتتمسك، قلت بغسل الجلي كمان وبخلصهم. طبعا عندي هون مساحة صغيرة بتعرفوها، كل ما يصير عندي جلي وبغسلهم أول بأول. طبعا وانا عم بغسل الجلي رح اوضح لكم شغله صغيره بخصوص اعلانات اللي عم تطلع على قناتي. انا ما خلصت شروط، لسه باقيلي كتير يعني، بس باذن الله ان شاء الله رح نخلصها و كل شي رح تكون تمام، بس بدها صبر يعني. بس اللي ما بيعرفوا انه الاعلانات اللي بتطلع هدول بيكونوا بيطلع منها فوائد، بس بيوتيوب يعني يوتيوب ياخدها، شركة يوتيوب ياخدها، مو لصاحب القناة. بما اني مو مخلصة شروط فما بحق لي يعني ما بيطلع لي ال المصاري اللي بيطالعوها هن بيوتيوب ياخدوها يعني، فهن بيستفيدوا بهاي الشغلة، انا ما بستفيد منها ابدا. طبعا مو مخلصة شروط، عندي لسه لازم يوصل ل1000 مشترك، ولازم يكون عندي 4000 ساعة، فعندي لسه كتير، بس بإذن الله وسمع بدعمكم ومحبتكم إن شاء الله رح نوصل لهذا اليوم
وإن شاء الله رح نوصل ل1000 مشترك ولا 100 مشترك، يعني 100,000 مشترك، يعني إن شاء الله مع الأيام رح نحقق كل شي بدنا إياه. فأنتوا ما تنسوني من دعمكم صبايا، وأنتوا يعني إذا وصلتوا لهون هلأ فيديو ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو لحتى يرتفع الفيديو، وإذا كنتوا جداد اعملوا اشتراك، وأهم شي ما تنسوا يعني تكتبوا كومنت حلو مثلكم، لأنه الفيديوهات بترتفع إذا كان في كومنت حلو وفي تعليق قصدي اللايك. يعني ما تنسوا هاي الشغلات كتير مهمة بالنسبة للفيديو يعني. فإن شاء الله مع الأيام رح نحقق اللي بالنا. هو كل شي ببلش بالأمل وبيصير حلم وبيصير هدف يعني بإرادتنا إن شاء الله رح نحقق الحلم والهدف بإذن الله. طبعا أنا يعني كتير بتشكر كل الصبايا اللي بعلقولي، وكتير بتشكركم من قلبي، يعني عن جد ربي يسعدكم ويوفقكم ويحقق مراد قلبكم على تعليقاتكم الحلوة ودعمكم لإلي. يعني كتير بنبسط بتعليقاتكم الحلوة، ويعني إن شاء الله رح تكبر عائلتنا ورح تكبر أكتر، ونذكر أيامنا بالفيديوهات القديمة والصغيرة كمان. بإذن الله رح نحقق كل شي، وبالصبر وبإيماننا بالله وتوكيلنا على رب العالمين. فأنا عندي إيماني بالله كبير الحمد لله، وإن شاء الله رح يجي يوم وتكبر عائلتي الصغيرة طبعا بفضل الله والسماء بدعمكم. وهون يعني بتعرفوا انه المطبخ اذا ما انجلى اول باول الجلي بيصير كارثة، مثل ما صورت لكم الفيديو الماضي الكوارث اللي بيصير خلف التصوير. عن جد حرفيا بيصير هيك، بس انتم ما بتشوفوا غير النظافة والهضامة اللي فيها. فالحمد لله هيك بتمرق الأيام وبتمرق السنين، وأهم شي واحد يتشكر ربه على الكل حلوة، والمرة من حلوة بنستفيد والمرة كمان بنتعلم وبناخد درس. فما في شي بيجي بالسهل، يعني خاصة القناة بدها وقت وبدها صبر على كل شي. وهون بعد ما خلص 10 دقايق للعجينة تمسكت معي وهيك صارت القوام مثل ما قلت لكم 10 دقايق مو أكتر. وهون تشوفوا انه حتى بالكياس ما بتلزق بما انه صارت بالبراد، وحتى باول كمان ما كانت بتلزق. وهون راح اعمل كل الكرات مدعبلة، وكل القياسات انا ما عندي ميزان وما قيستون طبعا، بس يعني على الايد كمان بتنقاس انه اي كمية الغرام اللي بدكم تحطوها، يعني 10 غرام او 5 غرام ما بتفرق. أنا بالنسبة إلي هيك دعبلتهم وهيك يعني شكلتهم، خلطتهم بين الألوان لتطلع شكلهم منيح، ولو يعني بيطلعوا مثل اللوحة الفنية. عن جد يعني انتو شايفين المنظر كتير كتير حلو. وصفة ما كتير صعبة وسهلة، وأنا بحاول إني دايما أنزل لكم وصفات تكون مكوناتها موجودة بكل بيت، وما تكون يعني صعبة عليكم. في ناس أوقات ما بيتوفر عندهم كل شي بالبيت، فإن شاء الله وصفاتي رح تسهل عليكم، و يعني تكون كل المقادير موجودة بكل بيت، يعني كل حدا فينو يعمله. طبعا أنا هون كل شوي عم خربهم وصلحهم، وبدي إياهم كلياتهم يطلعوا نفس القياس، يعني لازم يطلعوا نفس القياس. بخربهم وبصلحهم لبين ما يطلعوا نفس القياس. طبعا رح وضح الشغلة كمان صبايا، في ناس قالوا انه فيديوهاتي مسروقة كمان، انه بما انه عم نزل فيديوهات مفكرين انه انا بجيب الفيديوهات من العالم، يعني على القنوات بجيبها وبطبق عليهن الصوت. فبتمنى انه ما حدا يفكر بهيك شي، ويعني والله بستغرب انه حدا يعني يحكي ويقول انه انت بتجيبي فيديوهات وتطبقي عليها الصوت. يعني كيف انه في ناس بيعرفوا مطبخي، في ناس بيعرفوا بيتي، وخاصة الناس اللي بيعرفوا بيحكوا هاي الشغلة. فبستغرب كتير، يعني ما بدي اقول شي، بس عن جد يعني انه
حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ما بحب حدا يعني يأذي حدا بشي ماله فيه. يعني كل حدا بيعرف انه انا بشتغل على قناتي. يعني انا كيف فيني انه اجيب فيديوهات من عند العالم وطبق عليها الصوت؟ يعني انا بالنسبة إلي اذا عملت هذا الشيء عم بسرق تعبهم. انا ما عم بجيب الفيديوهات، انا هيك بكون عم بسرق تعبهم. يعني كل انسان بيتعب على حاله لحتى يوصل لمرحلة هو بده اياه. وانا بالنسبة إلي فتحت القناة لحتى اتعب واشتغل على حالي وطور من قناتي. يعني مستحيل بيوم من الأيام جيب فيديوهات من عند العالم وطبق عليها الصوت. طبعا هذا الشيء كتير كتير محظور باليوتيوب، مستحيل يقبل يوتيوب ولا حتى رح استفيد منه شيء. طبعا حبيت هيك وضح لكم اياه. وهي النتيجة النهائية صبايا لللانكشير اللي بعد ما استووا بالفرن. طبعا من فوق ومن تحت، من الطبقة الوسطاني والطبقة الفوقاني، بدرجة الحرارة بأكتر يعني أعلى درجة. أنا بالنسبة إلي ضفتهم بآخر الطبق الوسطاني من فوق ومن تحت، وبالأعلى لأعلى درجة. وعندي هون هدول سكاكر كمان راح أزينهم فيه. ان شاء الله يعجبكم الوصفة، واذا حبيتوا نزلكم شغلات تانية اكتبولي بالتعليقات صبايا. وعندي هون مثل ما شفتوا بالكيس الحلواني ضفت المربى المشمش. راح هون دهن البسكويت فيها مشان يتمسكوا ببعض، وراح دهن الحواف تبعها بالسكر. هون راح دهن البسكويت بالمربى وراح ضيف عليها طبقة تانية، وهيك بتمسكوا منيح ما بصير شي. يعني إذا عندكم أي نوع من المربى كمان فيكم تعملوا، أو نوع من شوكولا كمان بيصير. وعندي هدول سكاكر إذا بتتذكروا عندي بالفيديو الكيك، أنا دايما موجودين عندي بالبيت زينة الكيك أو الملون الطعام موجود عندي بالبيت. بستخدم كتير للمعجنات الحلو أو بسكويت، هيك شغلات كتير بيلزمني بالبيت يعني بستخدمهم. وهيك شوفوا صبايا بهاي الطريقة وما في أسهل منها. فعن جد صبايا بتمنى ما حدا يقلي ويكتب التعليقات إنه فيديوهاتي عم جيبها من عند عالم اللهم صلي على النبي إنه عم طبق عليها الصوت. هلا أنتوا شايفين وعم تشوفوا بعيونكم، يعني بظن ما في حكي ينقال على هذا الشي. وهي النتيجة النهائية صبايا، شوفولي على اللذاذة والطافة. عن جد الشكل والطعم ما في ألذ منه. جربوه واعطوني رأيكم. وهيك كان فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوه وعجبتوه ويكون عند حسن ظنكم. وإذا وصلتوا هون لنهاية الفيديو ما تنسوا لايك واشتراك للفيديو وكومنت حلو مثلكم، وانتظروني فيديوهات جديدة، وصفات جديدة، روتينات جديدة. كنت معكم أم نورسين.